اليوم وصفتنا هي فطيرة الزعتر الأخضر مع الجبنة، بديل مطبق الزعتر الأخضر بالجبنة اللي معروف. هاي وصفة فلسطينية. ليك حنبلش بهاي الوصفة. خليني لكم مقاديرها: كباية طحين، ربع كباية حليب دافي، ربع كباية مي دافية، رشة ملح، رشة سكر، ومعلقة صغيرة خميرة، معلقة زيت زيتون، وكمان بيضة مخفوقة، كباية أو نص كباية زعتر ورق أخضر زعتر، ونص كباية جبنة بيضة مفتفتة أو قديش إذا بدنا نحط بعد كمان بنحط، وكمان معلقة صغيرة سمسم ومعلقة صغيرة إزحة اللي هي حبة البركة. رح نعمله بالعجينة أول شي اللي هو رح نحط فيه عنا بيضة حية. تمام. وعنا كمان هون رشة سكر، رشة ملح، ومعلقة صغيرة خميرة مفرشة مفروشة فرش بنحطهم. ربع كباية مي دافية. طبعا المفروض البيض ما احطه بالاول بس انا حبيت احطه. وربع كباية حليب دافي. نخلطهم مع الخميرة ونغطيهم ونتركهم وقت. تمام. لازم نغطيهم. نرجع مع الطحين والعجينة، الطحين والزعتر وورق الزعتر. تمام. هلا خلينا نغطيهم، نخفقهم منيح ونغطيهم وبرجع لكم. هون تركناهم تقريبا نص ساعة لساعة، يعني نص ساعة تقريبا. هلا بدي احط عليهم الطحين، كباية الطحين بدي احطها. انا بحب احاول اتجنب انه استعمل اشياء بايدي، لهيك بحاول لاقي طرق انه بالمعلقة. هاي خلينا نعجنهم، بس خلينا نحط نتفة زيت زيتون، معلقة كبيرة زيت زيتون. تمام. خلينا اعجنهم ونرجع نكفي سوا. هاي بدنا نحط هلا باقي المكونات اللي هي عنا هون. ورق الزعتر الاخضر، طبعا نحن هيدا غسلناه وغسلناه منيح، وحتى لو جبناه مقطف بنرجع بنأكد لانه بيكون فيه هون ضلوع. شلنا الضلوع وغسلناه منيح وخليناه ينشف منيح. مش ناشف، هذا بعد الخضر شايفتينهم ترايا، بس انه نشفتهم من المي. تمام. بدنا نحطهم على العجنة. وكمان في عنا هاي الجبنة المبروشة، جبنة بيضة فطقناها. وعندي هون سمسم وحبة البركة او ازحة كمان بدنا نحطهم معهم. خلينا نخلطهم سوا ونفرجيكم اياهم. هاي نحن هون خلطناهم سوا. طبعا العجينة بضلها هيك مش عجينة لانه بدنا نفردها على صينية وبالايرفراير نعملها او بالفرن. هلا كمان شوي بقرر شو بدي اعمل بأينا وحدة فيهم، بس الفكرة انه بيكونوا طرية. خلينا نخليهم يرتاحوا وبنرجع. بس بدنا نعجنهم بنحط زيت زيتون على ورقة الزبدة، وبعدين بنحط الخليط وبنحطهم بالفرن. بس هيدا شكل نهائي قبل يا ربي قبل الفرن، قبل ما يرتاحوا. رح اتركهم يرتاحوا شو نص ساعة. هن المفروض يضلوا ساعة، بس انا حدا كتير عجولة فان شاء الله يضلوا نص ساعة بس. وبرجع فرجيكم كيف لما بدي مدهم بالصينية. هاي عندي صينية هون قصيت لها ورقة زبدة وحطيت عليها زيت زيتون. هلا خلينا نحط العجينة الرخوة بعد ما تركتها ترتاح بقلب الصينية ونشوفها قبل ما نحطها بالفرن. وهاي حطيتهم بالصينية. عملت حساب اذا نفخت دهنت الطرف كمان زيت زيتون. وهلا بدنا نحطها بالفرن. انا بدي احطها بالاير فراي، ما بدي احطها بالفرن. طبعا برجع بقولكم انا او بذكركم انا بحب اعمل كميات صغيره لانه نحن عائله صغيره، فكميات صغيره او الموجودين بالبيت قليل، فكميه صغيره ليوم واحد. وكمان للي قاعدين لحالهم بيقدروا يعملوها. خلينا نحطها بالاير فراير بفرجيكم اياها قبل ما نقلبها، او بشوف اذا بدي اقلبها او لا. خلينا نشوف كمان شوي. هيكو كيف نفشت. هاي هلا بدنا نخليها تتحمر شوي بعدين بقلبها على الميل التاني. ليك ما احلاها. طبعا الريحه خياليه. خلينا بس تحمر واقلبها على الميل التاني فرجيكم اياها. وهاي طلعت اتحمرت على الميلتين. لحظه لا فرجيكم اياها. كتير شكلها حلو. خلينا نقصها. وبس بشهي ريحتها بتشهي. نقصها ونشوف كيف تطلع شكلها. هاي قصيناها. ليكوا شكلها كيف.
طلعوا شكلها كيف، عجينة طرية. بقلبها الجبنة والزعتر، بيتاكل حدا من هدول أو خيار، زيت وزعتر، كبيس اللي هو كبيس خيار، زيتون، يعني للترويقة شي كتير طيب. هيدي ضل العجينة نتفة، حطيتهم بالفرن مش بالاير فراير، هدول عملتهم بالاير فراير، هي عملتها بالاير فراير. فعملتها بالفرن طلعت رقيقة بس كتير طيبة كمان، مثل القراقيش بطعم الزعتر الأخضر والجبنة. هاي وصفتنا صارت جاهزة لليوم، جربوها كتير طيبة، ان شاء الله بتعجبكم يا رب وبتغني سفرتكم وريتوا على الصحة. ما قدرت ما شارككم شو اللي عملته، قصيتها بالنص وحشيتها كمان جبنة ورجعت سخنتها، لأن عشان إذا بدكم إكسترا طعم الجبنة تعملوا هيك، ليكوا سخنة إيدي حتنحرق. شفتوها كيف؟ بدكم تعملوا هيك كمان، بس كتير طيبة ومع جبنة أكتر أطيب وأطيب.